طالبت نقابة تمثل نحو 2000 عامل في قطاع خدمات الطعام بملعب سوفي في الولايات المتحدة الاثنين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإبعاد إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية عن عمليات كأس العالم في لوس أنجلوس، محذرة من أن العمال قد يلجؤون إلى الإضراب في حال عدم الاستجابة لمخاوفهم. وأوضحت نقابة يونايت هير لوكال 11 التي تمثل الطهاة والعاملين في الحانات داخل ملعب إنجلوود أن العمال لا يزالون دون عقود عمل مع اقتراب موعد البطولة. وقدمت النقابة إلى الفيفا ومالك الملعب كرونكي سبورتس أند انترتينمنت 3 مطالب رئيسية، هي التزام علني بعدم إسناد أي دور لإدارة الهجرة والجمارك وحرس الحدود خلال البطولة، وضمان حماية وظائف العاملين المنضوين تحت لواء النقابة وتحسين ظروف عملهم، إلى جانب دعم توفير سكن منخفض التكلفة للعاملين في قطاع الضيافة.